المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأرحب بكم أيها الإخوة الكرام في مسابقات الفجر الفضائية. لنا مع القرآن نفحات وبركات، ويقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله جل وعلا القرآن بطرق شتى مختلفة، يعجز اللسان ويعجز الإنسان أن يحصي هذه الطرق وهذه السبل. ومن حسن الطالع أننا في مدينة فاس العريقة في المملكة المغربية رزقنا الله سبحانه وتعالى بحالة عجيبة أيضا. هذه الحالة يعني فيها صعوبة النطق، صعوبة الكلام، صعوبة التواصل مع الآخرين، لكنك إذا رأيته يقرأ القرآن الكريم ويحفظ القرآن الكريم كاملا غير منقوص. نحن الآن في مدينة فاس، وهو من مدينة الدار البيضاء، وتبعد عن المكان الذي نقيم فيه المسابقة أكثر من 350 كيلومترا أو أقل بقليل يعني. فقطع هذه المسافة الكبيرة بالحافلة وأتى ليشاركنا معنا في هذه المسابقة المباركة، مسابقة الأحفظ. أخي الكريم، كيف حالك أولا؟ ترون أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات طريقة كلامه. نعم، ما اسمك؟ أنت من أي المناطق؟ دولة. طيب، اقرأ من أول سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ليوم هذا اليوم إنه سريع البصير. وآتيناه الكتاب لأنه لديه شرائع ألا يخرجني وكيلا فإن أحمل فالأوح إنه كان عبدا شكورا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. معي في هذه الحلقة إن شاء الله، الحلقة المباركة على طاولة لجنة التحكيم أخي الكريم شيخ محمد يحيى، فأتركه معه. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنت ما شاء الله حفظك متين. عارف سورة العنكبوت؟ ابدأ كده في أول سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتقوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقفتن الذين من قبلهم فيعلمن الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. وحسب الذين آمنوا السيئات يسبقونهم ساء ما يحكمون. سأله الشيخ محمد ليبدأ من أول سورة العنكبوت فقال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. كان من الممكن أن يكمل ويقول وهم لا يفتنون، ولكنه معلم وما شاء الله متقن، رجع وقال أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتقوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب قل لي كده: منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. صدقون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأتقوا السجود الذين يفرقوا في اليوم وكل شيء كل هدية فرعون وإذا مس الناس فرعون دعوا ربهم بالليل ثم إذا أسقمهم إذا فرقوا. فتح الله عليك، بارك ما الله شاء فيك. الله. لك جزيل الشكر أن نبهتنا وجعلت فينا مثل هذه الصحوة
التي تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكمل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيوة في اتنين أهو، يعني بيقول في موضعين أهو. طب يلا نخش بقى يا شيخ محمد في قول لنا كده، قول الأول إيه؟ وإن تعبد نعمة الله إن أنت تدعو كفا. اسم السورة إيه؟ سورة إبراهيم. جميل. طيب الموضع الثاني فين؟ وإن تعبد نعمة الله إنه غفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنه غفور رحيم. في سورة إيه؟ سورة النحل. يعني الراجل عمل مداخلة معايا في الكلام وأنا بتكلم، قلت آية كده عرضا، هو مستعد الإجابة على طول، وقال في موضعين كمان. طب خلينا نسأل كده يا شيخ محمد. طبعا ده لازم يسأل بقى كثيرا حتى نخرج ما عنده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكمون؟ أعوذ بالله من الشيطان. فين؟ في أكثر من موضع ولا موضع واحد؟ اديني الموضع الأخير. سورة الله أكبر، سورة القلم. نعم. طيب الموضع اللي قبله؟ قوم سورة صافات. الله أكبر، أكمل. ما لكم كيف تحكمون ما لكم أيوة، أفلا تذكرون. كيف تحكمون أم تنتهون. طيب كويس، طيب كويس، خلاص. طيب في فما لكم كيف تحكمون في أي سورة؟ فما لكم كيف تحكمون وهم يخلق تمارين ويودك تمارين فيك تكون وهم يخلقكم يدين الحق ويودين الحق الحق يحكم كيف تحكمون؟ صح؟ طيب فصل صح، ما شاء الله، مبسوط ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ محمد معلش احنا نطول الحلقه شويه يا اخوان، يعني لا تسأمونا ولا تملونا، لان هذه الحلقه حلقه ماتعه، وما كنت اظن ان مثل هذه الحلقه يعني الشيخ ان يكون متقنا وحافظا وجامعا لمثل هذه المتشابهات. فيعني ممكن يا شيخ محمد تديله كمان؟ طيب انا هسألك سؤال بقى، لو جاوبت عليه تبقى ممتاز. ماشي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. عايز منك موضعين. سورة يونس. سورة الايش؟ يونس. يونس. ماشي. يا سلام. وفين تاني؟ سورة الأنبياء. يا أنبياء. سلام. عارف موضع آخر؟ طيب قول، اتفضل. سورة الملك. الملك. طيب. سورة نعم. يا سلام. النمل. الله أكبر. طيب أنا طلبت منك موضعين ما شاء الله وأنت جبت 4 مواضع. طيب الموضع اللي في سورة الملك اقرأ كده. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وزيد كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإنما أمرهم وإنما أيديهم به. فتح الله عليك. والله يا إخواننا يعني كل الموجودين الحضور، إخواننا المصورين والمخرج وكلهم يعني ما تملكوش دموعهم، لأن كل واحد لما بيشوف نعمة ربنا على إنسان يشعر بالتقصير في حق نفسه. يعني يشعر بالتقصير في حق نفسه إذا ربنا أعطاه الأهلية لشيء معين ولم يعني يجتهد فيه وينبغ فيه كما يعني نرى الأخ الفاضل. فيعني أشكرك شكرا جزيلا، والله لقد أحببتك في الله. لله في خلقه شؤون، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى ان نلتقي في حلقه اخرى وابداع اخر ونماذج اخرى تتبع.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل